السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول والثاني والثالث الإعدادي، معانا فيديو جديد وشيت رقم 2. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأولاني بيقولك اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. الجملة الرياضية x زائد 12 تعبر عن. قبل ما نقول هي تعبر عن ايه محتاجين نراجع على حاجة بسيطة. احنا عندنا في الرياضيات 4 حاجات أساسية أو 3، وخلينا نقول الرابعة دي لسه جديدة، لازم حضرتك تكون عارفها. الحاجة الأولانية وهي التعبير الرياضي. ولكن قبل ما نقول التعبير الرياضي محتاجين نفهم شوية حاجات. يعني ايه تعبير رياضي أصلا؟ يعني أنا بعبر عن حالة قدامي بجمل رياضية x و y و z و n و l و m والكلام الجميل ده. خلاص، يبقى هي أي حاجة زي كده x زائد 2 2 y مثلا زائد 3 إلى آخره. تاني حاجة محتاجين نعرف ما هي المعادلة. المعادلة هي لازم تكون شبه التعبير الرياضي بس في علامة تساوي. يعني هنقول x زائد 2، ولكن الكلام ده كله بيساوي كام؟ بيساوي نص. رقم 3 وهي المتباينة، هي لازم يكون فيها مثلا x طول أكبر من الاتنين، أو الواي أيا كان، بس لازم يكون فيها علامة أكبر أو أصغر. آخر حاجة المعادلات الأسية، وده يهم طلبة الصف الثالث الإعدادي. زي هنقول 2 x زائد 2 بيساوي 2، ويقول لك اوجد قيمة مين؟ اوجد قيمة x. فأنت قدامك دلوقتي 4 حاجات، وهي التعبير الرياضي، المعادلة المتباينة، المعادلة الأسية. التعبير الرياضي قلنا هي مبقاش فيها علامة تساوي، هي عبارة عن x زائد 2 إلى آخره. المعادلة لازم يكون فيها علامة تساوي. المتباينة أكبر أو أصغر أو أيا كان بقى. المعادلة الأسية رقم مرفوع الأس، بس أس ده على إيه؟ هي معادلة. تعالى بقى نرجع للسؤال بتاعنا. اختار الإجابة. الجملة الرياضية تعبر عن إيه؟ لو أنت إنسان ذو نظر ثاقب وبتفهم، تكتشف إن دي هي شبه مين؟ شبه دي. خلاص، يبقى دي عبارة عن إيه؟ عن تعبير رياضي. مهم جدا يا طالب الاعدادي تعرف تفرق بين المعادله والمتباينه، وتبقى عارف دي امتى معادله ودي امتى تقول عليها متباينه. مهم جدا جدا جدا. السؤال اللي بعديه، الصوره الاسيه ل2 اس 3. ركز معايا جدا بالله عليك في النقطه دي. تعالى كده نفتكر حاجه مهمه جدا، وهي الاسس والقوه. عزيزي الطالب، الجماعه بتوع الرياضه كنا قاعدين مع بعض وسألوني سؤال، فقالوا لي هو 2 في 2 بكام؟ قلت لهم سهلة، ب4. قالوا لي طيب 2 في 2 في 2، قلت لهم أسهل، دي ب8. طب 2 في 2 في 2 في 2، قلت لهم دي أسهل وأسهل، دي ب16. قالوا لي طب، قلت لهم لا لا أنا زهقت، هنقعد بقى نقول 2 في 2 في 2 في 2 2. أنا عندي حل رياضي للكلام ده. قالوا لي قول. قلت لهم هي الاتنين هنا اتكررت كام مرة؟ قالوا لي مرتين. قلت لهم خلاص، احنا نقول 2 أس 2 هتساوي 4، ولقينا فاهمين أس 2 دي إن هي اتكررت كام مرة؟ مرتين. طب تعالى هنا، قلت لهم خلاص دي اتكررت كام مرة؟ يبقى دي 2 أس 3 هتساوي 8، ودي برضه تبقى 2 أس كام يا ولاد؟ 2 أس 4 ايكوال 16، تساوي 16 يعني. قلت لهم عشان خاطر بس أنا راجل طيب هديكوا قاعدة في الجون. قالوا لي قول. قلت لهم أنا ممكن أستخدم الكلام ده كله بحاجة، إن يبقى عندي رقم مرفوع لأس، ورقم تاني مرفوع لأس زيه، هقدر أثبت الأساس وأجمع الأسس.
3 و4 كام؟ 7. فنطلع من الكلام المحترم ده بقاعدة: لو كانت الأساسات واحدة ولكن الأسس مختلف، ده اسمه أساس يا ولاد، ده اسمه أس. لو كانت الأساسات واحدة والأس مختلف، ثبت الأساس واجمع الأسس، تبقى n زائد ايه؟ زائد n. طب لو عندي عملية اسم مش ضرب بقى، هنقول برضو نفس المثال، او تعال نغير عشان ما نلخبطش الناس دلوقتي. هنقول 2 أس 5 وتحت 2 أس 3. طب دي اسم هنعمل فيها ايه؟ قلت لهم والله ده الموضوع ابسط مما تتخيلوا. احنا نقدر نثبت الاساس ولكن نطرح، فنقول 5 - 3 يبقى فيها 2 أس 2. قلت لهم فاقدر اطلع بقاعدة من الكلام دوت، فاقول لو عندي نفس الاساس ولكن الأس مختلف وتحت والأس مختلف، ثبت الأساس واطرح الأسس، يبقى n ناقص n. الكلام ده مهم جدا ليك يا طالب سنة تالتة إعدادي. خلي بالك انت أول درس عندنا في المنهج بيتكلم على قوة القوة، يعني بيتكلم على الكلام دوت، فرجاء رجاء رجاء ركز في الكلام دوت. تعال نرجع للسؤال بتاعنا أصلا، اللي هو كان بيقول لحضرتك ايه؟ اللي هو كان بيقول لك اوجد الصورة الأسية ل2 أس 3، اللي هي 2 أس ديت. احنا أصلا كنا جبناها فعلا تحت، وقلنا إن 2 أس 3 دي عبارة عن 2 في 2 في 2، اللي هي بتساوي قد إيه؟ بتساوي 8. يبقى تبقى الإجابة كام؟ 8. خش على السؤال اللي بعديه. الثابت في المقدار الجبري h زائد 3x أس 2 زائد 8، ده اسمه ثابت وده اسمه معامل، والرمز ده اسمه المتغير. يبقى فين يساوي في المسألة؟ هيبقى 8. لإيجاد الناتج التعبيري العددي نبدأ. كلام محترم جدا 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 جدا، ركز معايا يا سيد الفاضل. برضو كنت قاعد برضو مع الجماعة بتوع الرياضة، وكانوا قاعدين مختلفين مع بعض. واحد مطلع إجابة سؤال شبه ده كده بإجابة، واحد تاني مطلع بإجابة مختلفة. فقالوا لي نعمل ايه؟ قلت لهم بس احنا ممكن نعمل قواعد نمشي عليها، بحيث ان مدرس الرياضة الموجود في امريكا يطلع هو نفس الاجابة للمدرس الموجود هنا في مصر. طب نعمل ايه؟ قلت لهم نمشي على شوية قواعد ونلتزم بيها كلنا. اول حاجة، لو عندي مسألة رياضية يوجد بها جمع وطرح وضرب وقسمة واقواس واسس طبعا، نبدأ بأول حاجة ان احنا نفنش الأس بتاعنا، يعني نجيب قيمته على طول. رقم 2، قلت لهم لو في أقواس نخلصها الأول. رقم 3، قلت لهم لو المسألة تحتوي على ضرب وقسمة نبدأ بها أولا. ورقم 4، قلت لو فيها جمع وطرح نخلصها. فتعالى نشوف السؤال بتاعنا. بيقول لك لإيجاد ناتج التعبير العادي. عايزين نظبط يا ولاد، جميلة أوي كده، جميلة أوي جدا. لإيجاد ناتج التعبير العادي، انت عندك هنا ايه في المسألة؟ سؤال رقم 4 ده عندك ضرب وعندك جمع وعندك طرح وعندك قوس. في أسس؟ خلاص مفيش أسس، يبقى أول حاجة أبدأ بيها ايه؟ الأقواس. يبقى أنا أول حاجة أقدر أبدأ بيها هنا ايه؟ الأقواس. السؤال اللي بعديه بيقول لفضيلتك أي مما يلي يمثل حل المعادلة. بص يا سيد الفاضل، في طريقتين لحل هذا السؤال: طريقة تشغيل الدماغ وطريقة اللي بيحلوا بقى بيحبوا يبذلوا مجهود. طريقة تشغيل الدماغ هقدر اقول لك 3 12، 3 دي ازود عليها قد ايه تبقى 12، فسهلة جدا تبقى كام؟ تقول لي 9. والله 9 لو حطيت عليها 3 يبقى 12. ويوجد طريقة اخرى وهي طريقة حل المسألة. زي هي مسألة بتقول لحضرتك اصلا
3 زائد A بيساوي 12. ركز معايا، هودي الرقم ده اليمة التانية بعكس الإشارة بحيث إن يفضل الرمز اللي أنا بدور عليه دوت يكون لوحده في الاتجاه الإيه؟ الأيسر. هتبقى عبارة عن ال A بتساوي 12 ناقص 3، يبقى قيمة ال A بتساوي قد إيه؟ بتساوي 9. ولكن هي مش مستاهلة حل، يعني أنت لو فكرت فيها أصلا شوية تكتشف إن هي 3 تزود عليها 9 تبقى 12. إذا كانت 130 أصغر من الإكس، يعني الإكس هي الكبيرة، فإن قيمة الإكس إيه الرقم من الأرقام دي إن تكون قيمة الإكس فيها أكبر من 130؟ هو مفيش إلا الكام؟ 131. إذا كانت 6 إكس بتساوي 42، فإن قيمة الإكس برضو يوجد طريقتان لحل المسألة: طريقة تشغيل الدماغ وطريقة الحل. طريقة تشغيل الدماغ حضرتك المفروض حافظ جدول الضرب، فتقول 6 في 7 ب42، فتختار 7 مباشرة، أو تقول كده مش هي 6 إكس بتساوي 42، خلاص هقسم على 6 وهقسم على 6. 6 على 6 فيها الواحد يا باشا. طب 6 على 42 يبقى قيمة الإكس عبارة عن 7. وممكن لو حضرتك مش حافظ جدول الضرب، ودي حاجة سيئة المفروض حضرتك تشتغل على نفسك فيها، تقدر تستخدم الآلة حاسبة. على فكرة احنا ممكن نحل دي على طول بالآلة حاسبة. مشكلة كل فيديو أنا مش لاقي الآلة حاسبة. طب ادونا كده وقت مستقطع ثانية أروح أجيب الآلة وجاي. ولقينا الآلة حاسبة. بص يا باشا، ولا حاجه ان انا مش هقعد اكرر الموضوع ده كتير، لان انا كذا مره اقوله للعيال عندي ويقولوا لي مستر احنا بنعملها ازاي الخطوات وكده. ركز معايا بالله عليك. هو بيقول 6 اكس اهو السؤال ده 6 اكس بتساوي 42، يبقى احنا هنقول ايه؟ 6 اهي 6. احنا عاوزين اكس صح؟ الاكس ده بالاحمر دايس الفا اكس بتساوي في يساوي هنا برضو بالاحمر، يبقى الفا يساوي كام؟ 42. حضرتك لو دوست على علامه التساوي هيديك سنتكست ايرور، غلط يعني، تمام؟ يا اما تكنسل يا اما ترجع، فاحنا هنرجع اللي احنا عملناه. هتقول ايه؟ شيفت كالك عشان تجيب السولف بتاع المساله، يعني حل مساله. يقول لك والله عاوز حل سولف مساله 4 اكس، عاوز تجيب قيمه الاكس فعلا، هيطلع مالكش دعوه بالرقم ده، قول له اه والله. هيقول لك خلاص يا قيمه الاكس بكام؟ ب7. اديك عرفت الطريقه. اي حاجه ممكن نطبق عليها اي حاجه بعد كده بقى. يعني مثلا لو قلت مثلا يعني اهو اكس زائد 2 بتساوي 3، خلاص شيفت كالك بواحد. الحاجات دي بسيطة وحاجات هتساعدك يعني. طب تعالى نحل طيب مسألة رقم 8 بالآلة حاسبة. فرصة، تعالى اهو. احنا بنقول 3 اكس ناقص 4 بيساوي 5، يبقى احنا نقول هنا اهو هنقول 3 اكس يبقى الفا اكس ناقص 4 الفا كالك عشان نجيب عملية التساوي بتساوي قد ايه يا ولاد؟ 5. يبقى شيفت سولف، يبقى جاي فيها كام؟ الإجابة فيها 3 اللي هي الإجابة رقم 3 دي. تمام؟ ده ماشي لو هتستخدم آلة حاسبة، ولكن لو هتشغل دماغك في المسألة فأنت هتعمل أو هتحل يعني تستخدم التالي. يعني هتقول كده بالظبط يا ولاد. احنا ممكن نحل المسألة حل عادي خالص، يعني نقول كده 3 اكس ناقص 4 بتساوي 5، هنودي السالب 4 اليمة التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 اكس بتساوي 5 زائد 4، يبقى 3 اكس بتساوي 9. هقسم على 3 هقسم على 3 يبقى قيمة الإكس بتساوي قد إيه؟ بتساوي 3. هي نفس الإجابة اللي جبناها هنا، هي نفس الإجابة اللي جبناها على الآلة حاسبة. السؤال اللي بعديه: أي مما يلي يقع بين العددين 2.4 و2.3. خلي بالك اللي احنا ممكن نزود ورا خانة الأجزاء من 10 رقم، يعني ممكن دي تبقى 30 ودي تبقى 40 ومش تشتكي ولا تعيط. فايه اللي موجود يقع بين دول؟ عاوزين بين في المنتصف يعني. خلاص هي ما بين 30 وال40 في 35، يبقى الإجابة كام؟ 2.35%.
أي مما يلي لا ينتمي إلى مجموعة حل متباينة. ركز معايا بقى، بيقول لك إكس أكبر من أو يساوي سالب 9. خلي بالك علامة التساوي دي معنى كده إن قيمة سالب 9 معانا. كويس أوي. بيقول لك لا ينتمي. السالب 10 هي عموما السالب 10 هي الإجابة، لأن السالب 10 دي أصغر مش أكبر، إحنا عايزين القيم الأكبر. طب تعال نكمل. طيب السالب 8 دي، السالب 8 دي ينتمي، هي لأن السالب 8 فعلا أكبر من السالب 9، لأن اتفقنا كل ما الرقم قرب للصفر كل ما قيمته إيه؟ كبرت. طب السالب 4. طب ثانية، طيب الأذان احنا قلنا هنا ايه؟ كنا واقفين عند السالب 8، من السالب 8 هيبقى ايه؟ قيمة أكبر، وهو بيقول لك لا ينتمي. طب السالب 4 برضو نفس الموضوع، السالب 7 نفس الموضوع، هي الوحيدة قيمة السالب 10 لأن هي ايه؟ القيمة الأقل، هو عاوز قيمة أكبر. بيقول لك اوجد حل المعادلات التالية. ممكن دايما تحل عن طريق الآلة الحاسبة أو تحلها حل يدوي عادي، حل يعني بالورقة والقلم. تعال نحل يلا. اكس زائد 3 بيساوي ايه؟ بيساوي 5. خلاص هنقول أول حاجة والله العظيم إن الإكس هتساوي، هنودي السالب 3 دي التانية بعكس الإشارة، فتقول لي 5 ناقص 3، يبقى قيمة الإكس بتساوي 2، وهو المطلوب إثباته. السؤال اللي بعديه بيقول لك 2 اكس زائد 2 بتساوي 12. خلاص نعمل نفس الموضوع، هودي الاتنين يما التانية بعكس الإشارة، تبقى عبارة عن 2 اكس بتساوي 12 ناقص 2، يبقى الاتنين اكس بتساوي ممتاز 10. هقسم على الاتنين، هقسم على الاتنين، يبقى قيمة الإكس بتساوي 5. أنا عايز بس أقولك على حاجة، حضرتك عاوز تتأكد من حلك تعمل إيه؟ ببساطة شديدة، خد قيمة الخمسة عوض بيها هنا، يعني هتاخد 5 دي تعوض بيها هنا، يبقى 2 في 5 ب10 زائد 2 12. طلعت لك نفس الإجابة، يبقى أنت كده بتحل صح. السؤال اللي بعديه حل المتباينة، سهلة جدا. هقسم على الاتنين، هقسم على الاتنين، يبقى قيمة الإكس أكبر من أو يساوي كام؟ الخمسة. يعني الإجابة هتبقى إيه برضه؟ الخمسة معانا إنها فيها تساوي، فقلنا الخمسة بناخد الرقم اللي معانا، يبقى 5، واللي أكبر من الخمسة بقى الستة والسبعة والتمانية إلى ما لا إيه؟ إلى ما لا إيه. سؤال جميل جدا، سؤال محترم جدا. بيقول لك 3 أعداد متتالية مجموعها 12، اوجد حل هذه الأعداد. تعال، الأعداد المتتالية دي هتبقى إيه؟ إكس، ممتاز، وإكس زائد 1 10 على 10، وإكس زائد 2، دول 3 أعداد متتالية. تعالى كده نطبق، حتى هناخد نفرض الإكس دي بواحد، يبقى 1 زائد 1 2، 1 زائد 2 3. فعلا هما 3 أعداد متتالية، مجموعهم قد إيه؟ 12. يبقى تعالى نحل بقى، يبقى اكس زائد 1 زائد اكس زائد 2، الكلام ده كله بيساوي 12. اكس واكس واكس يبقى 3 اكس، 1 و2 3، الكلام ده كله بيساوي 12. ودي الموجب 3 اليمة التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 اكس بتساوي 12 ناقص 3، يبقى 3 اكس بتساوي قد ايه يا ولاد؟ 9. هقسم على 3، هقسم على التلاتة، يبقى قيمة الإكس بتساوي 3، وهو المطلوب إثبات. طب تعالى كده راجع معايا الحل. 3 اهي، 3 زائد 3 6، 6 و1 7، 7 و3 كمان 8، 9 10 11 12، وهي الإجابة فعلا 12، يبقى قيمة الإكس هنا مظبوطة. أتمنى إن أنت تكون استفدت بالفيديو. لو فهمت حاجة احمد ربنا، لو ما فهمتش ارجع تاني اتفرج على الفيديو وحله تاني. واي علم في الدنيا محتاج تقييد يعني كتابة، والعلم اللي بيؤخذ بس بالسماع دوت بيتنسى بسرعة. فرجاء حاول تحل الفيديو تاني لوحدك، وانا ان شاء الله هحاول اوفر لكم الشيت، سواء كان شيت 1 سواء كان شيت 2 في اللينك ان شاء الله، او احاول احطه لكم في على درايف، وتقدر تحمله عن طريق درايف على طول. اتمنى ان انت تكون استفدت. ده اخر حاجه كنا نشرحها، او اخر فيديو من الفيديوهات اللي هنراجع فيها على القديم بالنسبه للجبر. ان شاء الله الفيديوهين الجايين ان شاء الله شيت 3 شيت 4 هيكون كلهم مراجعه على
الأساسيات والحاجات البديهية في الهندسة اللي المفروض حضرتك تكون عارفها. جزاكم الله خيرا، وشكرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.